السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا النشاوي للتورت والجاتوهات والارباع اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مرة ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، مش هقول لكم معايا النهاردة يعني وصفة جديدة ولا اوردر جديد، لا معانا النهاردة كمية اوردرات من الاختراع الجديد، وهو اختراع كيكة صفيحة السمنة. ازاي يا رشا؟ ايوه، معايا النهارده اختراع كيكة صفيحة السمنة المربعة، اللي هو ان شاء الله حصري والاول مرة على قناتي، قناة رشا النشاوي على اليوتيوب. كيكة صفيحة السمنة المربعة. عملت يا جماعة كمية سبونج من صفيحة سمنة مقاس 20 في 20، ارتفاع شهق زي ما انتم شايفين. بسم الله اللهم بارك. عرضت الكيكة دي لعوامل كتيرة جدا علشان تبوظ وعشان تتحرق، عشان ممكن العوامل دي تقابلك وانتي بتعمليها. زي ما انت شايفة اللهم بارك طلعت ناجحة والحمد لله. الكيكه قدامك ما شاء الله، اللي يشوفها يفكر ده مش كيكه يا جماعه، اللي يشوفها يفكر ده قالب جبنه رومي. لا يعني شايفين ما شاء الله اللهم بارك. ارتفاع كيك 17 سم زي ما انتم شايفين. كنت اقدر اعلى اكتر من كده، بس هتشوفي ليه ما قدرتش اعلى اكتر من كده. الكيك زي ما انت شايفه هش وجميل جدا. المسام ضيقه. انا مش بسقي الكيك زي ما هتشوفي في الفيديوهات اللي جايه وفي اي فيديو ليه. انا مش بسقي الكيك من اول طبقه لاخر طبقه، مفيش في اي مشكله في الكيك، لا في حته مكلكعه ولا حته فيها اي حاجه. طبعا زي ما الكيكه بتاعت صفيحه السمنه اللي كانت عندي برضو حصري، اللي هي صفيحه السمنه المدوره، نجحت والكل اعتمدها في شغله وستات كتير جربتها. حبيت اجيب لكم الاختراع ده واكمل معاكم سلسله اختراعات. زي ما انت شايفه كده اللهم بارك، 10 طبقات ناجحين. هتقدري تطلعي منها كميه اوردرات، تطلعي منها مقاسات تورت كتيره جدا، تطلعي منها حاجات طبعا ان شاء الله. اللي اي واحده عارفه انا هطلع او عارفه تخمن هطلع ايه من السبونش ده، سيب لي ان شاء الله في التعليقات وانا اثبت التعليق بتاعها واقول اسمها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. يلا بينا قبل ما نبدا في الوصفه والمقادير هنسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. طبعا مبدئيا هنا قبل ما نبدا في المقادير شغلنا الفرن على درجه حراره من 170 ل 180، وهقول لك كل الاخطاء اللي ممكن تقابلك ان شاء الله وانت شغاله في قلب الفيديو كل حاجه متصوره يا جماعه، صوت وصوره وكل حاجه ان شاء الله موجوده معانا. معانا هنا مبدئيا يا جماعه 850 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا، ومعايا كمان هنا 8 بيضات خارجين من التلاجة، ومعايا ميه متلجه من الفريزر فيها قطع تلج. ركزي معايا في كل حاجه، مش تدخلي تاخدي المقادير وتقولي الوصفه باظت منك، انا طبعا غير مسؤوله. ومعايا كمان فانيليا، ومعايا محسن جيلي برضو خارج من الفريزر، ومع طبعا الراعي الرسمي النهارده لصفيحة السمنة اللي هي تقريبا من 4.5 ل5 كيلو، اللي هي مربعة. ارتفاعها 20 سنتي والحجم بتاعها 20 في 20. طبعا يا جماعة انا اول الناس ما عملتش الكيكه دي قبل كده خالص على القناه، ما عملتش المقاس ده لان طبعا القالب بتاعها غالي. القالب بتاعها من 180 ل 200 جنيه. انا عمري في حياتي ما عملت المقاس ده على القناه، لو انتوا كلكم دورتم، ولا عمري طلعت المقاس ده اوردر لان ما كانش عندي القالب، ما كنتش قادره اشتريه. فحبيت اخترع لكم حاجه تبقى سهله عليكم، ان انت من غير ما تشتري قالب يبقى عندك حاجه تطلعي منها كمان كام اوردر بكام حاجه ان شاء الله هتلاقيها في الفيديوهات اللي جايه. تمام. حطيت هنا يا جماعه خلصت 8 بيضات كسرتهم، وحطيت عليهم كمان ذره الفانيليا، وحطيت معلقه كبيره ونص محسن جل. معلقه دي يا جماعه اللي هي معلقه الشاي بس ملياها هرميه، وحطيت كمان نص معلقه. طبعا كل حاجه قدامك قدام الكاميرا. خلاص حطيتهم في بولة العجان، وهجيب الميه زي ما انتم شايفين متلجه. الميه تلاقيها دلوقتي هقربها لك قدام الكاميرا. معايا هنا كوبايه الا ربع ميه متلجه من الفريزر، قطع تلج زي ما انت شايفه، مش عارفه واضحه قدامك ولا لا، اطلعها لك في المعلقه زي ما انتم شايفين اهي مكعب تلج. ايوه مكعب تلج يا جماعه. دي يا جماعه المقادير دي انا بعتمدها لاي كيك، مش عشان كيكه صفيحه السمنه انا بعمل لها مقادير خاصه، لا ده مقاديري في اي كيك ودي طريقتي في اي كيك. تمام. خلاص حطيت كوبايه الا ربع منتجه من الفريزر، وحطيت 850 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا، يعني 8 بيضات حط لهم 850 جرام اسبونج جاهز. طبعا كان ممكن ازود كمان الخليط اكتر من كده، بس طبعا علشان ارتفاع الفرن عندي زي ما تشوفي دلوقتي ما كانش ينفع ان انا اعلي الكيك اكتر من كده. لو انت شغاله هتشتغلي في فرن البوتاجاز، طبعا الوصفه دي تنفع في فرن البوتاجاز العادي، تقدري تعلي براحتك وتحطي بدل ال 850 جرام تحطي كمان كيلو سبونج، وتطلعي كميه اوردرات منوعاها بقى من جميع المقاسات. تمام. مبدئيا خلاص هسيب الخليط يضرب في العجان مده لا تقل من 7 ل 8 دقائق. الصفحه يا جماعه
الصفيحه انا مسحتها من السمنه اللي فيها. الصفيحه عشان ما حدش يقول ان الصفيحه مش صحيه، لا طبعا الصفيحه يا جماعه بتحط فيها السمنه باعلى درجه حراره، بدرجه حراره الغليان، والصفيحه نضيفه قدامك. ده خليط الكيك يا جماعه لازم تسيبيه لحد ما يرتفع في العجان وتضاعف حجمه زي ما انت شايفه. طبعا لو الاسبونج ما ارتفعش في العجان وتضاعف حجمه، يبقى عندك في خلل في المقادير، او المحسن مش مظبوط، او في حاجه عندك غلط في المقادير. تمام. انا جبت يا جماعه معلقه سمنه عاديه من نفس السمنه اللي انا مفضيها من قلب الصفيحه، وعملت بقى الجوانب. يعني انت لو انت مفضيه السمنه من قلب الصفيحه ما تغسليهاش ولا تمسحيها خالص، بس انا اتعمدت ان انا امسحها بالمنديل قدامكم عشان اوريلك ان الصفيحه لو مصديه او فيها حاجه غلط طبعا كانت ظهرت في المنديل. تمام. انا ممكن تجيبي كمان خليط من الاسبونج اللي في العجان وتعملي بيه الجوانب عشان تمسك ورق الزبده. تمام. خدي بالك نسيت اقول لك في اول الفيديو ان انت لازم تكوني فتحتي الصفيحه بطريقه مظبوطه علشان ما تعورش ايدك وانت شغاله والاخر تيجي عليا. انا كنت مقطعه قبل التصوير قطعه ورق زبده يعني خدتها بمقاس القاع بتاع الصفيحه زي ما انت شايفه. والجوانب برضو خدت بنفس ارتفاع الجوانب، عملت 4 ورقات لكل جهه من الصفيحه، حطيت جانب بالشكل ده زي ما قلت لك. كل جهه دي 20 سنتي في ارتفاع 20 سنتي، والعرض بتاعها من تحت كمان هتلاقيها كمان 20 سنتي. تمام. لو انت حابه تعلي اكتر من كده تحط كمان كميه اكتر من كده مفيش اي مشكله. انا لولا الفرن زي ما قلت لك انا شغاله فرن كهرباء لان فرن البوتاجاز بتاعي مش مظبوط. شايفين بسم الله اللهم بارك الصفيحه اهي من جوه. حتى يا جماعه لو الصفيحه مصديه وانت عملت البتاع ده ورق زبده بالشكل ده طبعا مفيش في اي مشكله خالص. طبعا اكيد انتوا كلكم بتشوفوا شايفين دلوقتي الاول السبونج ما شاء الله ميلا بولت العجان على الاخر، وده خلاص كده يبقى السبونج بتاعك ناجح. هنا لازم تفصلي العجان في نص الضرب وتقلبي من تحت لفوق، ممكن يكون في حاجه من تكتلات من تحت ومش هتبان غير لما تطلعي الكيك وتيجي تقطعيه. تمام. تفصلي العجان في نص الضرب وبعد كده تقلبي بالاسباتولا وبعد كده ترجعي تاني تضربيه تاني. تمام. طبعا اكيد انتوا بتروحوا الافران وتشوفوا ما شاء الله السجان السوداء اللي عليها سواد السنين وبتشتروا كحك وبسكوت ونواعم ومخبوزات ومفيش ادنى مشكله. لا احنا مش بنشتغل في حاجه مصديه ولا حاجه وحشه، لا ده الكيك الصفيحه زي المرايه زي ما انتم شايفين، وكمان حطينا ورق زبده. تمام. ده الخليط يا جماعه زي ما انتم شايفين ما شاء الله لونه فاتح وهش لون الكريم شانتيه بالظبط. يعني خليط تحسيه ان هو تقيل شويه مش سايل، وده طبعا من نجاح الاسبونج. خلاص انا حطيت الخليط في الصفيحه زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم الفرن يكون سابق التسخين، المفروض يكون على حراره 170، لا انا هنا عملت حراره على 180 زي ما هتشوفوا دلوقتي علشان اقول لك عملتها على 190 ل 180 عشان اقول عشان حبيت اختبر ان ممكن عشان عليه الحراره ان الكيك يكون هيتحرق معايا. لا والحمد لله مش هيتحرق معايا. هنا يا جماعه ان انا جبت هنا التركه التانيه المهمه ان انا جبت خله شيش طاووق ومشيتها كده في الصفيحه علشان تبقى المسام الكيك تكون ضيقه، وبعد كده خبطت الصفيحه خبطتين كده في الرخامه، وبعد كده اجيب التركه التالته الجميله ان انت تغطي الكيك او الصفيحه ممكن تغطيها بورق زبده او بورق فويل، بس ان انا ما رضيتش اغطي بورق زبده ليه؟ لان هتبقى عندي صفيحه لازقه في الشوايه بتاعه الفرن. انت لو شغاله في فرن البوتاجاز العادي تقدري تحطي لو ما عندكيش ورق الومنيوم تحطي ورق زبده مفيش ادنى مشكله خالص. زي ما انا في كيكات كتيره قبل كده على القناه بغطيها بورق زبده. تمام. تعالي بقى اقول لك بقى انا بقى الفرن عندك شغال ازاي. تمام. ده فرن الكهرباء يا جماعه. اول حاجه هنا الحراره اهي حرارة على من 180 ل 190. تمام. طبعا انا كنت هنا كمان خلاص تمام التسويه كنت هديتها على 180، كنت عامله الحراره على 190 على فكره، بس انت ما تجازفيش وتعملي زيي. الحراره المفروض من 170 ل 180، بس انا حبيت اختبر الكيك واعلي الحراره عليه واسيبه اطول وقت ممكن. شوف بقى كمان اللي انا عملته انا هنا بقى مشغله المروحه، ده الزرار الاخير ده يا جماعه بتاع الشوايه والفرن مشغلهم مع بعض. حاطه الكيك او حاطه الصفيحه على اول رف للفرن. لاحظ ان انا ما حطيتش اي حاجه تحت الصفيحه، كان المفروض احط اي صاجه او اي صينيه، انا ما رضيتش عشان اشوف هتتحرق معايا ولا لا. شايفين انا بشد الصفيحه الوش لازق خالص في الشوايه من فوق. سحبت معايا الورق اللي هو ورقه الفويل، طبعا ما كانش ينفع احط ورق زبده. طبعا نفس طريقه التسويه نفس درجه الحراره دي تستخدميها في الفرن البوتاجاز بتاعك العادي. تمام. اختبرتها بالخل زي ما انتم شايفين. تمام. السوا هنا معايا يا جماعه من 45 ل 50 دقيقه، لكن انا بقى حبيت ان انا اختبر الكيك اكتر وقعدوا معايا كمان 60 دقيقه. ايه ده يا رشا؟ ايوه
انا سبت معاه كيك 60 دقيقه في الفرن عشان اشوف انه يتحرق، عشان ممكن واحده ما تاخدش بالها وتنسى الكيك في الفرن. لا، انا بعد ما اختبرته ولقيته كويس قعدته كمان 10 دقايق عشان اشوف هيتحرق معايا ولا لا. يعني شوف انا عرضت الكيك معايا وعرضت صفيحه معايا للبهدله، والحمد لله بفضل الله زي ما انتم شايفين ناجحه جدا. الكيك ارتفاعه ما شاء الله لها قبه من فوق، هختبره تاني قدامكم ولسه خارجه من الفرن. ما شاء الله ارتفاع كويس جدا، اختبرتها اهيت. هسيبها طبعا اغطيها بفوطه مطبخ نضيفه مخصصه للكيك وبيتها كمان في التلاجة. وتاني يوم هنشوف مع بعض الكيك، هنشوفه الوش بتاعه كرمش هبط جرى له ايه زي ما بيحصل حاجات افتكاسات في الاسبونج اللي بتعملوه في الحله. لا كمان شوفوا انا عرضت الكيك هنا لحاجات كتيره تخليه ما كانش تنجح معايا، والحمد لله بفضل ربنا نجحت. شايفين كده خلاص. تاني يوم بعد ما بيت الكيك هتشوفي اللي يشوفها طبعا يفكر ده خارجه من الفرن، لكن قسما بالله الكيكه دي باتت معايا تاني يوم ومبيتاها كمان في التلاجة، وحاططها في التلاجة وهي كمان سخنه. خدي بالك حاططها في التلاجة كمان وهي سخنه علشان اختبر الكيكه اشوف هيهبط معايا ولا لا. شايفين انا دوب قلبت كده الصفيحه او الاختراع بتاعنا نزلت بكل سهوله زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. الصفيحه من جوه نظيفه، مجرد ما تمسحيها بس بفوطه مطبخ او بمناديل هترجع اكنها جديده. تمام. شلت ورق الزبده بالشكل ده، شايفين اللون بتاعها مستوي ولونها من فوق زي من تحت زي الجوانب. طبعا زي ما قلت لك انا عرضت الكيك لربع ساعه كمان زياده او 10 دقايق كمان زياده بعد ما اختبرتها بالخله واتاكدت ان هي سليمه علشان اشوف الكيك هتحرق معايا ولا لا. ومع ذلك الكيك تشوفيه تفكري ده قالب زبده ولا قالب جبنه رومي. الكيك نفس الارتفاع، القبه من فوق زي ما هي. بقلب الكيك يمين وشمال هش وجميل جدا. هتشوف كيك دلوقتي تتصدمي لما تشوفي شكله من جوه، لكن طبعا شفتيه في اول الفيديو. تمام. من هنا يا جماعه قبل الفيديو ما يخلص حابه اقول لكم كلمتين. طبعا اي حد ياخد الوصفه دي طبعا الوصفه دي صدقه جاريه عليا. مش عايزه اكتر من بس تنسبوا الوصفه يعني ليا، الفضل لربنا بس يا ريت يا ريت بس تنسبوا الوصفه ليا عشان القناه تكبر بالله ثم بيكم. يا ريت يا ريت يا ريت بس الكومنتات، اي سؤال طبعا انا تحت امركم سيبوا لي في الكومنتات سؤال واثنين واربعه وانا ان شاء الله هشوفه. هنا زي ما انتم شايفين ارتفاع الكيك ما شاء الله اللهم بارك 17 سم. زي ما قلت لك ارتفاع الصفيحه 20 سم. انا قصدت ان انا معلش اكتر من كده علشان الشوايه. انا هنا جيت على المنشار ظبطته على 9. طبعا جيت اقطع الكيك ما عرفتش، الكيك مرتفع عن المنشار قصدت ان انا اجيب بقى هنا جبت الطرنش بتاعي او السكينه. طبعا انا مش متعوده اقطع بالسكينه خالص. قسمتها نصين عشان اعرف اقطعها. شايفين كل نص ايدي صوابعي بتغرز جوه الكيك لونه فاتح ازاي مع ان عرضته لدرجه حراره عاليه والوقت طويل في الفرن. والحمد لله بدات اقطع وهقطع معاكم دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا وتعدوها كمان ورايا. مش هفصل الكاميرا زي ما انتم شايفين. لو حابين كمان اطلع معاكم لايف واعمل لكم الكيكه دي اطلع معاكم ان شاء الله. بس يا ريت بس كده الفيديو يوصل لكل الناس. الفيديو ده يا جماعه عايزاه يجيب يعني يعني 1000 لايك ولا مليون لايك مليون مشاهده. يعني مش عايزه اقول لكم ده اقل حاجه ليه ان القناه تكبر، علشان صراحه والله العظيم موضوع متعب جدا. التصوير متعب جدا. انا الوصفه دي في دماغي او الاختراع ده في دماغي بقى اكتر من 6 7 شهور، بس كان عندي احباط من مشاهدات القناه وكنت ممكن اشتغل بقى اوردرات لنفسي وما فيتش بقى حد ومحدش هيعرف ومحدش شايفني. بس زي ما انتم عارفين رشا النشاوي بتحب تفيد الناس. كل معلومه والله وربنا شهيد وكيل عليا ان انا اي معلومه انا بكتشفها او اي حاجه لازم بوصلها لكم كلكم. يا ريت يا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وتوروهم الاختراع ده. بس يا ريت اي حد ياخد الوصفه دي تقولوا من الوصفه دي بتاعه رشا النشاوي. تمام. او اي حد يعملها عنده على القناه مفيش اي مشكله، بس يا ريت ينسب الوصفه ليا ده اقل تقدير على تعبي. هنا زي ما انتم شايفين بعد الطبقات وصلت اكيد دي كده 9 طبقات والطبقه العاشره كمان هجيبها زي ما انتم شايفين. عدوا ورايا وهتلاقي كمان غير القبه كمان هنا القبه كمان معايا طبقه، يعني ممكن اجيبها كمان 11 طبقه. بس انا ما حبيتش عشان حبيت اوريكي القبه اللي في الكيك ما هبطتش ولا كرمشت. بعد الكيك 10 طبقات بسم الله اللهم بارك. كيك زي ما انت شايفه مسامه ضيقه ناجح طري هش. مش هسقي الكيك زي ما هتشوفي في الفيديو اللي جاي. طبعا زي ما قلت لك انا هعمل مسابقه على الفيديو ده وتسيبوا لي كده في التعليقات الكيك ده عملتي منه وصفات ايه او طلعتي منه شغل ايه عشان ان شاء الله هتكسب. هثبت اللينك اللي هثبت انا اسفه التعليق بتاعها واقول اسمها كمان في الفيديو.
شايفين صفيحة سمنة ما شاء الله. الصفيحة دي ساعتها من 4.5 ل5 كيلو، معرفش قلت لكم في أول فيديو ولا لأ. كيك ناجح، الوصفة ناجحة، عرضتها لحاجات كتيرة تخليها ان هي تبوظ، والحمد لله عشان ممكن الحاجات دي تقابلكم، والحمد لله بفضل الله الوصفة ناجحة جدا. انا اسفة لو بتكلم كتير، اسفة لو طولت عليكم في الفيديو، بس حبيت اوصل لكم كل حاجة. عدتهم 10 طبقات قدامكم كده. وبكده خلصت يا حبايبي، اختراع النهارده خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب كنتش طولت عليكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باختراع جديد من اختراعات رشا النشاوي. استودعكم من رزق ودائع عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.